هل مستقبل وطن معناه ان احنا كل شوية نقترض؟ هل مستقبل وطن ان احنا نفرض ضرائب على المواطن تانية اكتر ما فرضنا عليه؟ طب هتعملوا ايه في الضرائب القديمة؟ هتفرضوا عليها ضرائب تاني ولا هتفرضوا ضرائب جديدة؟ بتنوعوا لنا مثلا عشان ما نزهقش. هو في وطن بيعتمد على الاساسيات في الاكل والشرب على الخارج؟ هو مستقبل وطن بالنسبة لكم بقى في التهجير؟ كل شوية نخلي مساحات ومدن ومزارع وبيوت، والكلام ده موجود عندي. يعني أنا مش هستشهد بحد، أنا هستشهد بالمحافظة اللي أنا موجود فيها والشوارع اللي أنا موجود فيها. في أي حلقة هبقى أعمل لكم حلقة مخصوصة عن الشوارع عاملة إزاي. إحنا بقالنا سنتين تقريبا مش عارفين نتحرك، مفيش أي طرق، مفيش سنتين مش عارفين نوصل للإنترنت. الناس حياتها واقفة كليا وحرفيا، حياة الناس واقفة. المستقبل عمره ما هيكون بعمليات هدم قصرا يعني كده اجباريا انك هتطلع من بيتك. يعني هتطلع من بيتك زي ما حصل في العريش بهدف انشاء ميناء. يعني ايه مستقبل؟ يعني مستقبل اولادي واولادك، اخويا واخوك، اخوك وانت اللي بتكلمني او انت اللي بتتفرج عليا دلوقتي مستقبلك. والمستقبل اكيد موجود في الديمقراطية والعدل، في الحرية وفي المساواة، اللي اعتقد كتير مننا مش شايفها ولا هي موجودة الايام دي، اصبحت عملة نادرة جدا. هو هل مستقبل الوطن في هدمه؟ او ده هيودينا لسؤال مهم، يعني ايه كلمة وطن؟ وطن يعني حضن. وطن يعني حضن. طيب كويس، حضن يعني يحتضن ابنائه ويطبطب عليهم ويحاجي عليهم ويحافظ عليهم. ولما نلاقي فيه في اولادنا نوابغ متعلمين بيسافروا بره زي احمد بغدوده، يعني احمد بغدوده يسيب الوطن ويهرب لفرنسا. ما سالناش نفسنا ليه احمد بغدوده وغيره كتير من الشباب؟ الفرق بيننا وبين الاجانب يا جماعه هما انهم لما بيلاقوا حد موهوب او حد عنده موهبه خاصه وناجح فيها بياخدوها وينموها ويطوروها ويمضوا معاهم عقد احتكار لصالحهم. لكن لما بيكون ده موجود بين ايدين وفي بلدنا، احنا للاسف بنطلعه بره، وبعد كده ده كله بيعود على الاقتصاد بالسوء، لان دي كلها كوادر ممكن نستخدمها في بناء البلد. هو ده المستقبل؟ هو ده الوطن اللي المفروض اعيش فيه؟ هو ده اصبروا معايا وسطروا؟ اصبروا وسطروا، العجب العجاب في مصر. ما شفناش اي حاجه، ما شفناش اي حاجه بالفعل. اقول لكم على حاجه، بيقولوا ان مستقبل الوطن واقف يعتمد على الجنيه، واحنا الجنيه بتاعنا ان شاء الله بيقول يعني سمعنا كده ان هو جاي له تعويم تاني. تعويم ايه يا بيه؟ ده التعويم التاني ولا التالت ولا الرابع ولا التعويم رقم كام؟ التعويم اللي غرقنا احنا شخصيا، ما غرقش الجنيه، غرق المواطن المصري في احتياجاته. يا حكومة يا شعب، انتوا فين؟ انتوا فين من احساسكم بالناس؟ هل الزيادات اللي انتوا عمالين بتفرضوها يوم ورا يوم ايه؟ ده احنا الزيادات وصلت لدرجة انك ممكن تدخل محل تشتري حاجة تتفق عليها ب 100 جنيه، بعد 5 دقايق لو ما حاسبتش عليها يقول لك يا فندم اسفين 120 ازاي يا عم؟ ده انا متفق عليها ب 100 جنيه لسه من 5 دقايق، يقول لك غلي. هل احنا اصبحنا لدرجة ان الغلاء ما عادش كل يوم نتفاجئ بقى غلاء، لا بقى ماشي مع عداد الساعة؟ هل هو ده مستقبل الوطن؟ هل هو ده المواطن؟ هل هو ده الترفيه اللي المفروض يعيش فيه المواطن المصري؟ فين وعودكم فين وعودك يا ريس للشعب وللشباب اللي ما عادش عارف يتجوز ولا يسكن؟ انكم انا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق. هتتكعبلوا في الشقق. احنا مش عايزين حضرتك اصدرت قرار بوقف البناء 10 سنين. هل مستقبل وطن ان احنا نتفاجئ بالشهر الجديد بدل ما نتفاجئ بحافز للموظف يحفزه على الغلاء الفاحش الموجود في البلد وكل يوم عمال بيتوغل ويزيد؟ سيادتك ان كنتك رايح شغلك، ان كنتك رايح مستشفى تستشير فيها موجود فيها استشاري، او حضرتك ان كنتك مدرس رايح تعلم الاطفال، او انت ان كنتك طالب رايح تاخد درس، او غيرك ان كان رايح اي حد رايح مجال عمل، ويتفاجأ الصبح بغلاء بنسبة 20% على التذاكر في جميع وسائل النقل والمواصلات بقرار من السيد كامل الوزير. ده احنا نسميه على طول، نسميه فشل حكومي. يعني القرار ده الجرايد بدأت تكتب عنه تقريبا العصر في نفس اليوم، المواطن يتفاجئ بيه الصبح. يعني طالب ما معهوش اي فلوس غير تمن تذكرته اللي هو رايح. نبهونا يا سيد كامل الوزير، احنا عملنا حلقة يا جماعة موجودة وهحط لكم الرابط بتاعها في السكريبت، ما نزلش دلوقتي من فوق في بطاقة، هحط لكم في السكريبت.
عن كامل الوزير وعن الطرق الجديده اللي هو بيعملها. هل لو انت طالب واخد مصروفك يا دوب اللي هو يغطيك ويكفيك، وتتفاجئ ان الكمساري على الشباك بيقول لك بس عندك يا بيه انت بتدفع ايه ده، في 20% ضرايب دون علم. طب خبرونا يا حكومه، طب عرفونا، طب صرحوا لنا، لمحوا لنا قبلها بيوم انكم ناويين تزودوا. هي مش هتبقى غريبه علينا، لان احنا كده كده كل يوم في زياده. ده هي وصلت لدرجه ان انت ممكن تقابل الوزير تساله يا فندم حضراتكم زودتوا ايه النهارده؟ يا ترى الصلصه ولا الشاي ولا الزيت ولا ايه اللي بيزيد النهارده يا فندم؟ فهو موضوع يا جماعه انتوا مكسوفين منه، مش غريب علينا. قولوا قبلها يا عم على الاقل الناس تعمل حسابها، تعمل حساب مستقبل الوطن اللي حضراتكم دوشنا بيه. واحد يقول لي يا عم اركب، ما هي زادت وخلاص. اقول له يا عم ما الناس مركوبه طول عمرها، يعني جت على دي. لما تزودوا التذاكر ما فكرتوش في مره تزودوا المواطن شويه، تبصوا له بعين الرحمه، تبصوا له بعين الرأفه؟ ما هو المواطن برضه محتاج زياده يا جماعه عشان تتواكب مع الكم الهائل من الزيادات اللي عماله بتحصل يوميا، بل كل ساعه تقريبا. هو انتوا الزياده بالنسبه لكم عاملينها حصري زود تكسب؟ الحكومه ماشيه ازاي وايه خطتها؟ انا كمواطن نفسي نعرف، والمشاهدين حضراتكم حضرتك انت اللي واقف قدامي دلوقتي وسامعني وبتتفرج، انا بقول لك انت حمل ده؟ هل دخلك يتناسب مع الزيادات اللي عماله بتحصل يوميا؟ طب الناس هتجيب منين؟ معدلات الزياده في مصر لا تتناسب ولا تتواكب ولا تتلائم ابدا مع الحد الادنى للمعيشه في مصر. احنا لما بنتكلم يا جماعه في المعيشه يا ريت بنتكلم في الحد الادنى من المعيشه اللي هي جبنه ومخلل وعيش حاف، مش اللي هي لحوم وكلام من ده. بنظرة سريعة لو بصينا للحد الأدنى للأجور بره هنلاقي إن المواطن في أوروبا بياخد ما يعادل 2000 دولار، ده الحد الأدنى. كيلو اللحمة هناك ب6 جنيه، يعني يقدر يجيب 600 كيلو لحمة. ده لو انتوا كنتوا بتقارنونا لما بتقعدوا تقولوا قارنوا البنزين بأسعار بره وقارنوا كذا بأسعار بره. الموظف الكحيان عندنا هنا مرتبه لا يتخطى 3000 جنيه او 4000 جنيه بالكتير، يعني بدل ال 600 كيلو لحمه هيجيب 6 كيلو لحمه. المرتبات لا تتناسب ابدا مع الزيادات اللي ماشيه. فشل اداري قلنا قبل كده ونقول للمره الثانيه والثالثه ونقول للمره ال50، المفروض ان احنا نجيب كوادر شابه من البلد وخبراء في الاقتصاد يطلعونا من الأزمة دي ويوقفونا عن حاجتين. الحاجة الأولى فرض الضرائب على المواطن، لأنه يا جماعة والله ما عادش قادر. المواطن فعلا انطحن زيادة، انطحن ضرائب. آخر ضريبة فاضلة تقريبا على النفس اللي هو بيشد ويتنفسه أكسجين، وغالبا أنا سمعت كده طرطيش كلام من جاري إن هي ده نزل عليه ضريبة قريب. فارحموا المواطن وارحموا الاقتصاد. ولو هتسألوا عن مستقبل وطن، ابني وابنك واولادنا هم دول مستقبل الوطن. التعليم اللي المفروض تنفق عليه هو ده المستقبل للوطن. ارحموا المواطن اللي الاسعار بتزيد عليه بشكل متكرر وبشكل يومي. الكلام ده ما بيحصلش يا جماعه في دوله في العالم غير في لبنان. ما اعتقدش ان هي دي فكره النهوض بالوطن اللي توعدنا بيها واللي شغالين عليها، الخطه اللي شغالين عليها من 10 سنين، ان المواطن يوصل به الحال لانه والله مش قادر ياكل، حرفيا مش قادر يصرف. لو اتكلم هيدفع فلوس. المشكله ان مفيش معاه فلوس تغطي، لان زي ما قلنا في بدايه الحلقه مرتبه لا يتناسب ابدا مع الغلاء. هتفرض عليه ضريبه جديده تاني وثالث ورابع. وقبل ما اختم الحلقه احب اقول يا ريت لو مش مشترك في القناه اشترك فيها وفعل جرس الاشعارات عشان توصلك حلقه كل يوم. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير.